السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أسماء من مطبخ سمسم ومرومة. هنعمل لكم النهاردة تحضيرات رمضان، يا رب تعجبكم. هنعمل بسلة وسبانخ وكرنب وقلقاس. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هبدأها هعمل السبانخ. هعمل سبانخ. انا جبت 5 حزم سبانخ وغسلتها، والجدر اللي من فوق الاحمر ده انا قشرته، محدش يرميه، هو جميل وبيدي طعم حلو للسبانخ. انتي بس كحتيه بس بايديكي كده، وقطعي قطع صغيرة. انا بقطع اهو قطع صغيرة. والسبانخ اهم حاجة لما تيجوا تغسلوها ما تقطعوهاش وهي مبلولة، قطعوها وهي ناشفة، يعني سيبوها تنشف خالص وبعد كده ابدأوا قطعوا فيها. انا هوزن كل طبق 300 جرام، يعني هقسمها على اطباق. انا بحطش في السبانخ خضرة، انا بحطها ساعة ما باجي اطبخ، يعني اطلع الطبق واجيب حزمة سبانخ وحزمة كزبرة وايه واحطها عليها، ساعتها بيبقى طعمها احلى كأنك لسه عاملاها دلوقتي. لاني جربت ان انا احط فيها الخضرة وهي بتتعمل، لقيتها بتسود فما عجبتنيش صراحة. انا عملت كده 4 اطباق من السبانخ، ال5 حزم عمل معايا 4 اطباق. هعمل بقى السلق. هعمل 3 حزم، انا جبت 3 حزم سلق، وبرضك شلت الورق بتاعهم، خدت الورق بس ما خدتش الجذور، وشوحتهم بمعلقه سمنه، وحطيت معاها معلقه كزبره وفراسين توم، وهقعد اشوح فيهم لحد ما ينشف. هعمل بس القلقاس عبال ما السبانخ تنشف على النار. انا جبت 2 كيلو ونص قلقاس، عملت معايا واحده كبيره وواحده صغيره. هبدأ اقطعها، اشيل الراس الاول بس عشان اعرف اتحكم فيها، وبالراحه على ايديكم انتوا بتقطعوا. انا كده قطعتها وبدأت ان انا اقشر فيها، عشان بس وقت الفيديو انا بقشر جزء معاكم وجزء انا بقشره لوحدي يعني. بالراحه بس وانتوا بتقشروا. انا رحت قلبت على السلق وجيت بالراحه عليها وانتوا بتقشروا عشان ما تاكلوش قطعه كبيره من القلقاس. خليكوا بالراحه كده على الوش كده، والحبيبات اللي فيها ديت هي دي اللي بتعرف ان هي طعمها يبقى حلو وطريه، لان فيه القلقاس بيبقى محجر كده وناشف. انتوا اتاكدوا وانتوا بتشتروها ان هي بيبقى فيها زي حبوب كده، او زي بذوذ كده، هي دي اللي تعرف ان القلقاسيه بتبقى طعمها حلو فيها. انا خلاص اهو خلصتها، اروح بس على السلق. ده السلق اهو خلاص نشف، انا هطفي عليه بقى خلاص واسيبه لحد ما يبرد وبعد كده اضربه. انا همسح القلقاس بمنديل. القلقاس ما بيتغسلش يا جماعه، ما بيتغسلش، لو اتغسل هيطلع ريم كتير وهيبوظ منكم وهتضيعوا الفايده بتاعته. هو كده كده نضيف من جوه، انتوا بس امسحوها من بره بمنديل او حته ناشفه. اهم حاجه السكينه تكون ناشفه، البلانشا اللي بتقطعوا عليها تكون ناشفه، والقلقاسيه تكون ما جاتش عليها ميه خالص، عشان ما تبص منكم وتسود بعد كده. انا قطعها قطع مكعبات زي ما انتم شايفين كده. ولا المكعبات تبقى تخينه قوي ولا رفيعه قوي، بحيث ان انتوا لما تيجوا تسلقوها تبقى متساويه، يعني مظبوطه، ما تبقاش واحده صغيره وواحده كبيره وواحده مستويه وواحده لسه كده يعني. خلوا القطعه وانتوا بتقطعوها تبقى بصوا يعني كده وسط. انا كده خلاص قطعتها، وهبدأ برضه اقطعها مكعبات زي ما انتم شايفين، وبعد كده هحطها في طبق. لازم يتعصر عليها ليمونة، لازم يتعصر عليها ليمون. طبعا انا جايبة 2 كيلو ونص، فهعصر عليها ليمونتين صغيرين، يا اما ليمونية كبيرة، عشان ما تسودش في الفريزر وتبقى محافظة على لونها وعلى طعمها. انا هقطع بس اخر واحدة كده واجيب الليمون واحطه عليه. بس هتبقى بالظبط قد كده. بصوا مكعبها وسط ازاي. خلاص كده انا كده خلصت القلقاس.
هنقلهم بس في طبقين عشان اعرف اقلبهم بالليمون. نجيب بس حاجة تانية، يعني نص ليمونة على كل واحدة، ليمونية كاملة يعني، الليمونة صغيرة مش كبيرة يعني. نقلبها كده، ما تحطوش ايديكوا فيها، مش محتاجة يعني تقلبوها بس كده بالطبق نفسه. اهم حاجة تشيلوا البذر منها، تشيلوا البذر، ما تخلوش البذر معاه عشان ما يمررهاش. عشان بس التانية. وكده خلاص هقلبها، واخلي بنتي بقى تساعدني، عشان ايه مخليهاش تساعدني في مسك سكاكين او حاجة زي كده. فهي عايزة يعني تساعدني في حاجة في الاكل وبتاع، بخليها تساعدني في ايه، في اللي هي تقدر عليه من غير ما اي حاجة تكون اذية. هي تعبيهم اهي، دي روما بنتي. انا خلاص كده عبيتهم وعملت السلق اهو. انا سبته لحد ما يبرد، وبعد كده ضربته في الكبة وقسمته على كيسين. معلش ان انا مصورتش الحتة ديت، الكاميرا ما كانتش شغالة. انا كده قسمتهم على علبة وعلى كيس، عشان ما كانش عندي علبة كبيرة تانية. وكيس والسلق برضك معايا دوبك. انتوا الشوربة بس تسخن، تنزلوا والقاس فيها لحد ما تخلص، وبعد كده ايه تروحوا حاطين السلق في الاخر. كده خلاص انا خلصت القلقاس، وهعمل الكرنب بقى. هشيل الراس بتاعه الكرنبايه. اهم حاجه ان انتوا تشيلوها، يا اما تقطعوها بالنص. انا كده كده بقطعها بالنص، يعني بقطع الكرنبايه بالنص، ما بشيلش ورقه زيه. في ناس بتحب كده وناس بتحب كده، يعني اللي على راحته يعمله يعني. بس انا بشوف ان ده اسرع وانجز، ولا بيوسخ مطبخ ولا بيبهدله. يعني انتوا كده كده اصلا مجرد ما تتسلق كله حاجه هتتفكك من بعضها. انا خلاص قسمتها نصين وشلت الراس بتاعتها. وانا كنت سلقه اول كرنبايه، عشان كنت جايبه كرنبايتين، حطيت ملح وكمون في الميه، سلقت اول واحده ودي تاني واحده اهي. بص مجرد ما بتتسلق اصلا الورق بيفك من بعضه لوحده، وما تزودوش عليها في السلق. يعني لازم يا دوبك تنزل تطرى تطلع على طول، تحط على ميه تحت الحنفيه عشان بس السخونيه بتاعتها تطلع منها. وانا قطعتهم قطع مفروده مربعه كده على قد الصباع ما بيتلف، وسبتها برضك تنشف. يعني انا عملتها في يوم وسبتها لحد تاني يوم تتصفى في التلاجة في مصفى زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ما يكونش فيها مية، لان لو كرنب فيه مية وجيتوا خزنتوه وهو فيه مية بيبقى طعمه وحش يعني. لا، ما مش هو ده الكرنب اللي احنا عايزينه. لا، طعمه متغير لما بيتحط في الفريزر. عشان الكرنب كأنه بالظبط كأنكم عاملينه دلوقتي، لازم ما يكونش فيه مية وانتوا بتخزنوه، يكون متصفي تماما. ما تنسوش تعملوا لي، ما تنسوش يا حبيب قلبي تفعلوا لي زر الجرس وتعملوا لي اشتراك، عشان والله الواحد بيتعب في الفيديوهات ديت. انا عملت البسله فصصتها، جايبه 4 كيلو فصصتهم. ودي بقى التركية بتاعت البسله. نص معلقه كربوناتو ونص معلقه سكر. ده اللي بيخلي البسله محافظه على لونها وعلى طعمها، ما بتتغيرش مهما حطيتوها من السنة للسنة للفريزر، ما بتتغيرش لونها. يعني طول عمري انا بعتمد الوصفة ديت والتخزين دوت في البسلة. صراحة عمرها ما خذلتني ابدا. وانتوا كده لو لقيتوا اي حاجة وانتوا حاطينها في المية، واحدة مثلا مصفرة شيلوها. اهم حاجة ان انتوا ما تزودوش عليها في النار، هي دوبك بتقعد بالظبط دقيقة واحدة بس في المية السخنة، وبطلعها وانزلها على مية تحت الحنفية. يعني لازم تطلع بالظبط على طول على تحت المية على طول، عشان ما تاخدش من سخونية المية. بس خلاص انا مش عايزة اكتر من دقيقة، يعني انا خلصتها خلاص اهو. وايه، واوريكم انا بشطفها تحت الحنفية. انا هي خلاص بشطفها تحت الحنفية. بصوا نفس اللون ازاي، محافظة على لونها. وبردك نفس الموضوع، ما يكونش فيها مية وانتوا بتخزنوه، لازم تكون ناشفة تماما. مفيش مشكلة لما نستنى يوم او يومين عشان الحاجة تطلع كويسة. احنا الحاجات دي دافعين فيها فلوس وتعبانين فيها عشان تتخزن،
ما تجيش على حاجه بسيطه صغيره وتبوظ الدنيا. انا خلاص خلصت اهوت وعبيت. وقولوا لي رايكم، هستنى رايكم في التعليقات. ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس وتعملوا شير لكل حبايبكم.